مساء الخير عليكم، انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفينا ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. الناس اللي لسه داخله جديد اهلا وسهلا بيكم، واهلا بالخمسه سته اللي بيعملوا لايكات دايما. واتمنى كده تشاركوا الفيديو مع قرايبكم عشان خاطر القناه تكبر بيكم. النهارده هنعمل سمك فيليه بولتي. ده الفيليه البولتي مش السمك المجمد، يعني في ناس بتخلط الامر بين الفيليه وبين السمك المجمد اللي هو بيبقى زي كده. ده بيبقى كله دهون وصحيا مش حلو ومجمد عامه، يعني مش كويس. لكن ده سمك فريش، بتجيبيه من عند السماك اللي هي الحلقه بتاع السمك دي، وبيبقى كويس. بتمسكيه تغسليه كويس، بتنضفي الحاجات اللي هي فيه، ان كان الحاجات السمراء او لو في شوك بارز او قشر او كده. بتنضفي السمكيه كويس جدا وبتشطفيها تحت ميه جاريه كده. وبعد كده ايه، نعمل بقى التتبيله بتاعتنا والحاجه بتاعتنا. فخليكم معايا متابعين ونشوف احنا تبلناه ازاي. بصراحه بيطلع مقرمش جدا ولذيذ، وكأنك بتاكلي بانيه. يعني هو مش بيبقى فيه ريحه الزفاره زي السمك العادي، او السمك عامه اللي هو الحي ما بيبقاش فيه ريحه زفاره. زي في انواع اسماك بتبقى الريحه بتاعتها شاذ قوي، جامده قوي. ففي ولاد ما بيحبوهاش او كده، لكن ده ممكن الولاد يتلخبطوا بينه وبين البانيه لو هم لسه صغيرين. المهم يعني انا كده غسلته كويس. هبتدي بقى ايه، ان انا هقطعه ونشوف هنعمل بيه ايه. في ناس ممكن تعمله سليم على بعض، بس انا بحب اقطعه عشان يبقى حجم القطعه كده صغير وكويس. بصوا، هو البولتي وفي كمان القشر البياض جميل جدا. وطبعا السلمون لمن استطاع، يعني ميزانيته تسمح اوكي، لان هو غالي يعني. ف من الاسماك يعني ان احنا داخلين على مدارس، فمن الاكلات اللي هي بتنشط مخ الاولاد وبتقوي الذاكره هي السمك. فنشوف كده بقى التتبيله. انا تبلته بابسط حاجه، يعني المكونات العاديه خالص. وحتى الخلطه بتاعته اللي هقليه فيها برضو جميله قوي، وبتخليه يطلع مقرمش معاكي. يعني انا كنت حابه ان انا اسمعكم صوت القرمشه، بس جالنا ضيوف بقى يا جماعه على غفله كده، فما صورتهاش يعني. يعني هقول لكم واحنا شغالين كده ايه اللي حصل. خلاص بقينا كده، خلاص قطعت الكميه كلها. نجيب بقى الليمون ونعصر عليها خل. لا، الخل هيخليه يتهري ويتفتفت منك. اوكي، فانت هتجيبي الليمون. وما شاء الله ابني راح جاب لي 4 ليمونات ب5 جنيه، مع ان الليمون رخيص، يعني لسه شايفاه في السوق ب10. بس هو جاب لي الاربعه ب5 في اليوم ده، اللي هو لسه امبارح يعني مش من زمان. فهنا كده اعصر الليمون واقلبه كويس، وابتدي اجهز الخلطه بتاعتي عقبال هو ايه ما يتنقع شويه في الليمون ده. طبعا ما تنسوش بقى دعوه حلوه، ودعوه حلوه لاهل فلسطين، ودعوه حلوه لنفسنا، ان ربنا يوسعها على الناس ويكرمهم ويصلح حالهم ويحفظ ولادنا من كل فتن وكل حاجه. هنا كده جبت توم، راس توم، هبتدي اقشرها واشوف بقى نعمل بيها ايه. قشرنا التوم، هنعمل نقطع فلفل كمان معاه، قرن فلفل حامي. هندق التوم الاول وبعد كده نحط عليه ايه الفلفل اللي احنا السبايسي ده. خلاص ما تكتريش، يعني كده كده اصلا هو مش يعني مش زي السمك اللي هيتحشي مثلا بتتبيله وكده. لا، ده انت بتحطيه في التتبيله شويه وبتعملي كده تقليه. التوابل بتاعتنا بقى كمون، شطه، جنزبيل، ملح، بس مفيش حاجه تاني على ما اتذكر لحد الان. يعني كمون وشطه وملح. وانا زودت الجنزبيل، لو مش موجود خلاص ممكن تستغني عنه، بس عامه يعني انا بحب طعمه في الاكل. الجنزبيل والقرفه من الحاجات اللي الواحد بيحبها. فهنا كده حطيت التوابل بتاعتنا. احط بقى الملح، حطيت معلقه ونص ملح على الكميه دي. ده كان كيلو سمك. خلاص، عشان خاطر الحياء بتاعه ما يبقاش عادب وانتوا مش عارفين تاكلوه، خاصه لو انت مش عامله سلطه في الوقت اللي احنا فيه ده. الطماطم غاليه، فطبعا مش عاملين سلطه، مستغنيين عن السلطه الخضراء. نخلص بقى التتبيله دي، هنحط عليها بقى الليمون، نحط عليها ليمونتين وشويه خل صغيرين. في المرحله دي حطي خل عادي مش مشكله، بس ما يبقاش كتير. لكن قبل كده ما لا، يعني هو منقوع كده لا هيتهري منك ومش هيبقى كويس. لكن في التتبيله عادي، هو هيتشربها مع التتبيله وتبقى طعمها حلو. انا مسحت ايدي الهون بالليمونه عشان خاطر افضي منها، ما يبقاش فيها اي فتافيت توم او اي حاجه. الهون الخشب يا جماعه من الحاجات الجميله جدا في المطبخ، بس ما بيتحطش في ضلفه مطبخ مقفوله. يعني ما ينفعش تحطيه في ضلفه المطبخ مقفوله، لا حطيه على الشباك. يعني حطيه على شباك المطبخ كده، اركنيه في مكان جيد التهويه علشان خاطر ما يعملش ريحه ويبقى مش كويس. هنا كده حطيت شويه الخل وابتدي انزل بيهم على السمك. اشطف السمك بتاعي واصفيه وبعد كده ايه استخدمه بقى. طبعا الاكله دي يعني رز الصياديه من الحاجات الجميله جدا،
واللي واللي انا بحبها يعني يعني بحب الرز مع السمك، بيبقى طعمهم مختلف والميكس بتاعهم مختلف. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. انا تقريبا نسيت الكاميرا ورحت اعمل انضف السمك، اشطف السمك يعني من الليمون وكده واصفيه كويس. هنا كده كنت شطفته وصفيته، انزل عليه بالخلطه كلها مره واحده ونبتدي بقى نقلبهم مع بعض. انا بشتغل بايدي، في ناس ما بتحبش كده، بس عامه ايدك سهل ان انت تنضفيها على طول يعني بالصابونه على طول، بتبقى نظيفه وما فيهاش اي ريحه زفاره او اي حاجه ممكن تدعكيها بليمونه. السمك ده محتاجتش اكتر من ان هو يتغسل تغسيل الايد بصابونه او كده، لكن في اسماك كتير ممكن تعملها بشويه بن عشان ريحه الزفاره تطلع خالص. بشتغل في ستانلس علشان الستانلس يعني احسن من الميلامين. مثلا الميلامين او العلب البلاستيك ريحه الزفاره هتمسك فيها، ريحه اي حاجه تنقعيها بتمسك فيها، خاصه لو نوع البلاستيك مش اللي هو الكواليتي العالي قوي. حطيت معاه قشر الليمون وهركنه بقى واسيبه لحد ما اعمل الرز بتاعي. الرز هجيب بصلايه حلوه هفرمها في الكبه وعلى شويه زيت وابتدي اقلبهم كده ايه لحد البصلايه ما تحمر وتتحروق مننا. انا في اليوم ده كان بابا عندي، فكنت حابه ان انا اعمل حاجه حلوه، اكله ويعني غدوه حلوه كده لينا بس الوقت ما اسعفنيش ان انا اعمل صنف حلو يعني كمان في نفس الوقت. هنا كده جبت 4 معالق دقيق، احط عليهم معلقتين نشا. تمام، يعني انا خلطت الدقيق وبعد كده حطيت عليه معلقتين نشا وابتدي احيقه بقى. طبعا انتي بتشتغلي في كذا حاجه عشان ايه؟ عشان تنجزي نفسك وما ياخدش معاكي وقت كتير. يعني والرز البصله بتتحمر انا بكون بدخل الحاجه الدقيق والحاجه اللي انا هشتغل بيها. طلع بقى نفس التوابل اللي حطيناها على السمك هنحطها على الدقيق، الكمون والجنزبيل والشطه والملح. ما بتزوديش اي حاجه يعني ما بتغيريش حاجه، علشان حياقه هيظبط معاكي لما تبقى الكفر كمان بتاعه مظبوط. نقلب بقى تقريبا محترمه قبل البصله بتاعتنا ما تتحرق يعني. هنا كده البصله اتحمرت خلاص، خدت اللون اللي انا عايزاه، اللون الغامق. انا كنت حابه اللون الغامق ومجهزه ميه في الكاتل، يعني ما حبيتش ان انا استنى لما الميه تغلي، لا انا عايزه انجز بسرعه. فغليت كاتل وابتديت ايه اول ما يغلي انزل عليه بالرز على طول. دول كده حوالي 3 كوبايات رز، حوالي 700 جرام يعني. هعملهم يعني دي الكميه 700 جرام. خلاص هقلبه بقى واحط له الملح والكمون، تحطيلوش اكتر من كده، هو ملح وكمون وبيظبط معاكي وبيبقى طعمه تحفه. اهم حاجه العيار بتاع الميه تكوني انتي ظابطاه، يعني انا بعينك بتبقي ظابطه انتي حلتك بتاخد قد ايه، هتاخد قد ايه رز والعيار بتاعه هيبقى قد ايه. ممكن تحطي ميه اقل وانتي تزودي بعد كده الميه حسب الرز العيار بتاعه ايه. بعد كده رحنا مغطين البوتاجاز تغطيه كده محترمه، كلفته من الاخر بورق فويل عشان ما يتزفرش الشعل، ما تتزفرش، كفايه اللي انا هشتغل عليها. بعد كده ايه قلت اعمل الطحينه، ده لسه بدري. الطحينه حطيت دي كان اخر طحينه عندي من بواقي الشهر اللي فات، حطيت عليها كمون وشطه وثوم وملح وشويه زيت، وبعد كده احط الخل وابتدي اقلبه. خلاص، فانا دايما اخر شويه طحينه دول بحب استغلهم ما بسيبهمش كده، يعني بقول ايه بدل ما اقعد احكوس واحطهم في طبق ومش عارفه ايه، لا بشتغل في نفس العلبه. انا محدده كام علبه من العلب اللي عندي دي الحاجات اللي هي زي كده. طحينه، سمنه مثلا اشتريت السمنه سايبه مثلا، عسل اسمر، سمنه بلدي، فانا عامله العلب دي كده. المهم الطقم ده كان جميل جدا، جايبه لي 4 5 سنين، والخامه بتاعته والماتيريال جميل. حطينا بقى الميه بتاعتنا وبعد كده حطيت الزيت بقى يسخن. هنسخن الزيت بتاعنا كويس جدا وبعد كده نبتدي ايه نتبل الدقيق في السمك. الدقيق في السمك ازاي يا جماعه؟ نتبل السمك في الدقيق في ايه؟ او الرز طبعا بيستوي على الشعله اللي ورا ومهديه النار عليه. طبعا انت كل حاجه في نفس الوقت، يعني في نفس ذات الوقت كده انت بتشتغلي وبتتعاملي علشان خاطر ايه تنجزي. اول ما خلصت الاكل لقيت حد بينده علينا او على بابا علشان خاطر يعني كان سمسار جاي لنا وكده، فكان جه في وقت ما احنا خلاص بعد ما غرفت الاكل. انا فكرت هيجي لسه شويه قدامه فقلت ايه نتغدى اول هو ما يجي، لا لقيت ان هو جه في وقت ما احنا حطينا الاكل، فاضطريت بقى الم كل الاكل واشيله. طبعا السمك طلع مقرمش جدا جدا، طعمه الملح بتاعه مظبوط، الحياء بتاعه حلو، كل حاجه فيه مظبوطه. خلاص، فهنا كده ابتدي بقى اتعامل بالمساكه بصراحه، لان لقيت ان الشوكه بتبهدل السمكيه معايا وانا بطلعها.
وما بتزنقيش الطاسه، يعني الناس اللي بتحمر الحاجات دي ما تزنقيش الطاسه بتاعتك. انا اشتغلت في طاسه قليله عشان ما اهلكش زيت كتير، يعني كان ممكن اعمل دورين اتنين وخلاص في طاسه كبيره. لا انا هشتغل في طاسه صغيره عشان ما اهدرش زيت يبقى زافر وكده. طبعا الزيت ده هنستخدمه في قليه كمان لسمك وخلاص على كده. هو قليتين وبيترمي يعني. فحاولي تكوني موفره ان انت است- استفيدي ان انت مثلا هتوقفي شويه على البوتاجاز، بس هتطلعي الحاجه بتاعتك ما هلكتيش في الزيت وكده. هنا كده غرفت الطحينه، ابتدي بقى اغرف الرز. شفت الرز شكله عامل ازاي؟ تحفه، حبايه بحبايتها. لونه اصفر مع اني مش حاطه له سكر، يعني عامله له من غير سكر، ولونه طالع جميل جدا من البصل بس. والسمك مقرمش وخرافه. يعني بابا قال لي انت عاملاه ازاي، يعني سالني على التتبيله، لان بابا ساعات لما بيعمل تتبيله السمك بيحط لها بصل. فقلت له لا انا مش بحط بصل في السمك، وانا بشتغل فيه كده وهو بيبقى زي الفل. فاللي اول مره يشوفني ما ينسيش يعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملي كومنت حلو، وانتظروني في فيديوهات جايه ان شاء الله. شوفوا هنا بقى كنت بغطي الاكل، يعني اتسربعت بقى بغطي الاكل في فويل عشان خاطر ما يبردش وكده، لان كمان كان الراجل هيطلع يتفرج على الشقه فوق. فهنا كده كنا خلاص بقى الراجل مشي. نبتدي بقى نغرف الاكل بتاعنا. طبعا الورق الفويل احتفظ بسخونيته. لازم بقى ندي شكل كده، ندي اي حاجه خضراء تكسر الالوان اللي احنا عاملينها دي. وطبعا على وش الطحينه قرفه ايه، بابريكا مدخنه. طبعا صينيه عظمه بألف هنا يا رب اللي كل منها. و... وجربوها مش هتندموا. السمك عامه مفيد جدا للاولاد. ده شكل غدانا كده.